في كل حكاية في تفاصيل مخفية. أنا مش هنا علشان أحكي، أنا هنا علشان نكتشف سوا إيه القصة. موضوع إن المواطنين الأمريكيين يبتدوا يتخلوا عن الدعم بتاعهم لإسرائيل هو في حقيقة دعم متناقص لإسرائيل، بس ده بين الشباب، يعني شباب من فئة عمر 18 ل 25 سنة. وفي استطلاع رأي خارج كان جايب إن أغلبية الشباب اللي سنهم صغير من 18 ل 25 سنة هم ضد إسرائيل، يعني نوصل لنسبة تقريبا 64 أو 65% من نسبة كانت من 2023 كانت تقريبا حاجة و30%. طيب القاعدة الداعمة لإسرائيل في أمريكا خلينا نقول هي منقسمة لحاجتين. أول حاجة هي اللوبي الصهيوني. اللوبي الصهيوني ديت زي منظمة أيبك، هي جماعات ضغط بتقدر تدفع فلوس، الفلوس ديت بتوجهها للانتخابات عشان تحط السياسيين الموالين لإسرائيل. جماعات الضغط دي منتشرة في أمريكا، هي بتدافع عن حقوق ملاكها. يعني في جماعات ضغط خاصين بالسلاح، في جماعات ضغط لشركات الأدوية، في جماعات ضغط لأي مكان اللي انت ممكن تلاقي جماعات ضغط خاصة بأيرلندا مثلا. ففي جماعات ضغط خاصة بإسرائيل، ودي أقوى جماعات ضغط في أمريكا. زي ما قلنا دول بيعملوا إيه؟ دول بيبتدوا يصرفوا على الدعاية جدا جدا في إن هم يشوهوا الناس اللي ضد السياسات الداعمة لإسرائيل ويسقطوهم في أي انتخابات في الكونجرس أو مجلس الشيوخ. ودول بيتحكموا في حاجات كتير جدا. يعني انت مثلا هتلاقي ان جماعات الضغط دي مكونة من الأثرياء الأمريكيين اليهود اللي هم أقوياء جدا جدا. يعني مثلا هتلاقيهم مثلا زي مريم أدلسون ديت صاحبة مجموعة كازينوهات كبيرة جدا، دي اتبرعت لترامب بحوالي 200 مليون دولار في حملته الانتخابية الأخيرة، وهي السبب إن هو خلى القدس عاصمة إسرائيل اللي معترفة بها أمريكا في الدورة الأولى. هي اللي ضغطت إن هو يعمل كده، فهي صهيونية متعصبة جدا. في عندنا أنا مش متذكر اسمه بصراحة، بس هو مالك لشركة أوراكل. هو النهاردة هو اللي اشترى التيك توك، هو مجموعة مستثمرين تيك توك أمريكا، عشان تيك توك كان مش مسيطر عليه زي فيسبوك وانستجرام ولا إكس. لا، هو تيك توك اكشلي كان منظومة حرة شوية. الحاجات اللي بتفايرل هي الحاجات اللي الناس فعلا بتشوفها. فالكونتنت الفلسطيني لما كان حصل موضوع 7 أكتوبر وحماس دخلت إسرائيل والموضوع ده حصل، ابتدت المنصات كلها بتحجب الرواية الفلسطينية للأمور إلا تيك توك. عشان كده اللوبي الصهيوني ده ضغط إن هو تيك توك يتباع في أمريكا لحد موالي لإسرائيل. وعلى فكرة السي او بتاع أوراكل هو من أكبر داعمين جيش الاحتلال، من أكبر الداعمين على الإطلاق. طيب إيه اللي بيحصل النهاردة؟ إن اللوبي الصهيوني دوت في شركات كتيرة جدا من المين ستريم ميديا هم متحكمين فيها النهاردة. باراماونت، ديزني، فوكس نيوز، كل الحاجات اللي الأمريكي بياخد منها المعلومة بتاعته عن إيه اللي بيحصل في الدنيا هي بالفعل مملوكة لعائلات يهودية قوية في أمريكا. فهم بالتالي بيقدروا يوصلوا المعلومة اللي هم عايزينها للناخبين الأمريكيين اللي بيتحكموا في صنع قرار في الحكومة. إيه اللي بيحصل النهاردة؟ إن أنا النهاردة عندي قرار خاص بغزة، إن في أطفال ماتوا في غزة، احجب القرار. ولكن لو في حاجة بتدعم إسرائيل إن هي تستعطف الشعب الأمريكي بيبينوها. على مدار السنين اللي فاتت كان هو ده الطريق. عشان كده هتلاقي إن أغلبية الفئة المسنة من أو كتير من الفئة المسنة من الأمريكان، طبعا النسبة دي قلت، ولكن كتير من الفئة المسنة هم داعمين لإسرائيل، بيدعموا إسرائيل. ليه؟ لأن هم دايما بياخدوا الأخبار بتاعتهم من حاجة المين ستريم ميديا. الصهيونيين اللي بيسيطروا على صنع القرار في أمريكا زي ايباك والحاجات زي كده بيبوشوا الأجندة بتاعتهم للجمهور الأمريكي من خلال المنصات دي. إيه اللي ظهر جديد؟ إن تيك توك في أمريكا بالذات ابتدى يوصل المعلومة زي ما هي، ابتدى يجيب الأطفال اللي بتموت في فلسطين، اللي بيحصل هناك الضرب، الدمار، كل الكلام ده ابتدى يحصل وعي عند الشباب، لأن هي دي الفئة اللي بتستخدم التيك توك مش الكبار. ابتدى الشباب يتقلب وجهة نظرهم من الموضوع. هم دول اللي إسرائيل خايفة منهم، لأن هم دول اللي هيبقوا الناخبين في المستقبل، هم دول اللي هيتحكموا في الحكومات، وهم دول اللي ممكن يغيروا فعلا المنظومة الإسرائيلية اللي حاصلة في أمريكا. طيب النهاردة
تيك توك اتباع اوريدي، تمام، واوريدي المين ستريم ميديا موجود في امريكا هو بيدعم اسرائيل بقوه. جميع المستثمرين الامريكيين مليارديرات بما فيهم ايلون ماسك نفسه بيخافوا من منظمه زي الاي دي ال، انتي ديفاميشن ليج، اللي هي بتعتبر اي حاجه ضد الحكومه الاسرائيليه مش ضد اليهود هي معاداه للساميه. معاداه للساميه ده مصطلح بيستخدمه طبعا اليهود او الصهاينه عشان يصنفوا اي حاجه ضدهم معاداه للساميه. يعني انت كده بتعادي الساميين اللي هم اليهود، يعني رغم ان هم العرب برضو ساميين يعني. ولكن خلينا نمشي للآخر. بالنسبة لحتة إن الجمهور يغير رأيه، إيباك ومنظمات الداعمة لإسرائيل هي هتفضل تضغط على السياسيين سواء بالعصاية أو بالجزرة، يعني سواء إن هم يعاقبوهم إن هم ما يكسبوش الانتخابات أو يدعموا الناس اللي بتسبورت إسرائيل، وده سيكشن. وفي نفس الوقت طبعا بيحاولوا يعاقبوا أي حد يعبر عن وجهة نظره داعمة لإسرائيل. يعني لو في ممثل في هوليوود اتكلم عن مثلا المذبحة اللي بتحصل في غزة أو الكلام ده، على طول هتلاقي إن المنظمات اليهودية ديت بتضغط على كل شركات الإنتاج إن هي ما تتعاملش معاه ولا تتعاقد معاه، توقف حاله عشان يبقى عبرة لبقية الممثلين. لو صحفي بيعمل كده بيعمل معاه نفس الكلام. أيا مكان، حتى لو أنت بني آدم شغال عادي في أي شركة إن كانت، لو كانت شركة مايكروسوفت أو جوجل أو أي حاجة، هم actually عندهم قوانين تمنع معاداة السامية، تمام. مش عارف انت، يعني لو مثلا شركة زي جوجل مثلا، مين المؤسسين ليها؟ 2 يهود صهيونيين. جوجل احنا كلنا بنتعامل معاها. طيب شركة زي فيسبوك، مارك زوكربيرج هو يهودي واكشلي هو داعم لإسرائيل عادي جدا. دي العمليات بتاعت جوجل. شركة انفيديا هي شركة من أكبر المستثمرين في إسرائيل. أيا مكان الشركات اللي أنت هتدور عليها في أمريكا هتلاقي البيج نيمز دايما كلهم شركات المؤسسين أو السي اوز بتوعها داعمين لإسرائيل، تمام. ده البارت بتاع النفوذ بتاع إسرائيل. ليه أمريكا إسرائيل متحكمة فيها كده؟ هما بيقدروا يضغطوا على الإدارات الأمريكية المختلفة إن هي تنفذ الحاجة اللي في مصلحة إسرائيل مش في مصلحة أمريكا. إيه الشق التاني من السؤال؟ في كنيسة في أمريكا اسمها الكنيسة إنجيلية أو الأفنجيليكال تشيرش. Evangelical Church دي تقريبا الفولورز بتاعها على حسب ما أذكر، يعني ممكن يكون صح أو غلط، حوالي 70 مليون بني آدم. الكنيسة ديت من التعليم بتاعتها إن هم لازم يسبورتوا إسرائيل، لأن إسرائيل مقدمة لعودة المسيح اللي هم كلهم بينتظروه، فلازم إسرائيل تبقى موجودة. وبيفسروا العهد القديم اللي هو التوراة، ويعتبر يعني العهد القديم هم بيفسروه على أساس التفسيرات بتاعتهم هم، بحيث إن هم يبرروا وجود إسرائيل عشان ده جزء من نهاية الزمان، فلازم تدعم إسرائيل. إسرائيل فيها اليهود، فيها شعب الله مختار، فلو أنت مسيحي مخلص أنت لازم تدعم إسرائيل. ودي تفسيرات خطأ للنصوص، هم اللي عملها actually واحد ما كانش شخص سوي، تمام، ولكن هي تمت بدعم من محامي يهودي أمريكي كبير جدا جدا جدا. تعاليم الكنيسة الأفنجليكية ديت، والأغلبية الكاسحة من الجمهور الأمريكي اللي بيتبع حاجة زي كده هو بياخد آراءه وبياخد معلوماته من المينستريم ميديا، من قنوات التلفزيون، من الكلام ده كله. فما بيبقاش واعي باللي بيحصل على الأرض من تقتيل الأطفال، من المذابح، من التعديات اللي بيعملها الصهاينة في الأراضي المحتلة، من كل التفاصيل دي كلها. ف دول الشقين اللي بتخلي صانع القرار الأمريكي القاعدة الجماهيرية الضخمة 70 مليون كتير جدا. أمريكا تعداد تقريبا سكان 320 مليون، يعني تقريبا دول ربع السكان في أمريكا أو 23% يعني. فدي قاعدة جماهيرية كبيرة جدا كبيرة جدا، ومن أكبر الداعمين لوجود إسرائيل. بلس الأيباك اللي هي منظمات دعم إسرائيل، اللوبي الصهيوني، والتحكم الفاحش من رجال أعمال يهود في صنع القرار الأمريكي أو الضغط على الإدارات صنع القرار. غير طبعا إن في حاجة اسمها الميليتري كومبلكس أو كومباوند، اللي هو المؤسسة العسكرية اللي بتنتج السلاح الأمريكي. دي منظومة قوية جدا في أمريكا. أمريكا من ساعة
ما تقريبا الحرب العالميه التانية خلصت، امريكا بطلش حروب. يعني تقريبا الدوله الوحيده اللي ما تقدرش تعيش من غير حروب هي امريكا. تمام، ليه ما بتقدرش تبطل حروب امريكا؟ لان في جماعه الضغط الخاصه بانتاج السلاح الامريكي، اللي هي شركات زي لوكهيد مارتن، وشركات زي بوينج، وشركات زي، في شركات كتيرة اسمها معروفة يعني، بس في كذا بيج نيم. الشركات اللي بتنتج السلاح الأمريكي دي دايما بتضغط على الرؤساء الأمريكيين عشان يكون في حرب. ليه؟ طول ما في حرب في إنتاج سلاح، وطول ما في إنتاج سلاح في مكاسب. لو مفيش حرب مفيش إنتاج سلاح. فدايما بيدفعوا فلوس عشان يخلوا، فهم اكشلي مصالحهم بتتماشى مع مصالح إسرائيل في كتير من الأحيان، إن هما الاتنين بيضغطوا على الجماعات أو على أعضاء الكونجرس المنتخبين، أو اللي لسه عايزين يطلعوا يبقوا منتخبين، أو على أي رئيس أمريكي، ويشجعوا على قرارات الحرب. ليه؟ كل ما في حرب أكتر، كل ما في إنتاج سلاح أكتر، كل ما في مكاسب أكتر. بس فده بالنسبة الجمهور الأمريكي ممكن يعمل إيه طبعا في حاجة زي كده. هو الجيل الجديد هو اللي ممكن يعمل. الجيل القديم ده هو خلاص شرب وتشبع بالبروباجندا الإسرائيلية. إسرائيل مقدمة نفسها في وسط الناس الكبيرة في أمريكا اللي هم السبعينات والثمانينات والكلام ده كله، مقدمة نفسهم على إن هم الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، الدولة اللي مؤمنة بالقواعد الغربية، اللي هو مثلا الشكل، المنظر العام، ناطحات السحاب، اللبس المفتوح، اللي رغم ان اسرائيل عندها حاجه اسمها اليهود الحريديم. اليهود الحريديم دول هم يهود متشددين جدا جدا جدا، اكتر حتى من داعش. متشددين جدا لدرجه ان هم محظور عليهم يستخدموا التليفونات. تخيل يعني، هو كيهودي محرم عليه يستخدم التليفون الا بامر من الحاكم، ان هو يسمح له عند الضرورات استخدام التليفون. الستات بتشتغل، والرجاله يعني الستات هي اللي مسؤوله تصرف على البيت، والرجاله شغلانتهم ان هم يقروا ويذاكروا التوراة بس. فالستات هي اللي بتصرف على البيت وبتشتغل. الستات عندهم منتقبة. انت تعرف ان في ستات يهوديات منتقبات؟ السيدات اليهوديات هناك منتقبين، ما ينفعش يبينوا حتى عينيهم. متشددين جدا جدا، شايفين ان الدولة الإسرائيلية كافرة. اليهود الحريديم شايفين الدولة الإسرائيلية كافرة. اليهود الحريديم ما بيتطوعوش في الجيش، لان هم شايفينه ان هو مش متماشي مع التوراة. تمام، ان دي منظومة علمانية فاسدة. لا يعني الجيل القديم من الامريكان هو الداعم لاسرائيل، منهم ترامب، منهم كل اللي بيسموهم يعني باللغة الامريكية بيسموهم صقور الحرب، اللي هم الور هوكس، اللي دايما عايزين يبقى في حرب. دايما شركات السلاح بتدعمهم. دايما اسرائيل بتدعمهم. ده ضد مصلحة المواطن الامريكي، ولكن هو في مصلحتهم. مين اللي شاف الكلام ده؟ اللي شايف الكلام ده الشباب الأمريكي، اللي هو النهاردة فعلا نسبة دعمه لإسرائيل ضعيفة جدا. لما الناس دي تطلع يوما ما، الناس دي تمسك مناصب. الناس دي دلوقتي الشباب دول فاهمين، مش زي الكبار. كبار كانوا بياخدوا كل، ما كانش فيه نت، ما كانوش يفهموا يعني ايه سوشيال ميديا. دلوقتي الشباب الصغيرين دول فاهمين يعني ايه سوشيال ميديا، عارفين اللي بيحصل، عارفين ان فعلا إسرائيل بترتكب مجازر في حق الفلسطينيين. فبالتالي في وعي بيتكون هناك، ودي حاجة أول مرة تحصل في التاريخ. أول مرة حرفيا تحصل في التاريخ إن يبقى في وعي بين الأمريكان أكتر من سعر البترول بكام أو سعر البنزين بكام وأكل وشرب بكام. لا، هو النهاردة الشباب حرفيا عارفين اللي بيحصل بره، اللي بيحصل عندنا. مش شايفين إسرائيل بنفس النظر اللي شايفينها آبائهم وأجدادهم. نتنياهو في مرة من المرات لما راح أمريكا قال الحرب اللي عندنا الحقيقية، الحرب اللي احنا بنواجهها دلوقتي، هي حرب الإعلام، حرب الميديا. لو خسرناها هنخسر كل حاجة، واحنا هنكسبها. هو فاكر ان هو هيكسبها، بس اللي بيحصل على أرض الواقع ان الشباب كلها دلوقتي في أمريكا تستوعب ان إسرائيل دولة ظالمة، دولة احتلال، دولة المفروض ما تكونش موجودة. آجلا أم عاجلا هيتغير الكلام ده. آجلا أم عاجلا هيفوقوا الناس، خصوصا ان في انفلونسرز كتير جدا دلوقتي. في حاجة كبيرة جدا بتحصل، في انفلونسرز تقال جدا في أمريكا اسمهم مسموع، مؤثرين، بيتكلموا على القضية الفلسطينية، بيتكلموا على تأثير إسرائيل في أمريكا بشكل ما حصلش قبل كده.
اسمها زي كانديس اوينز، تاكر كارلسون، دان برازيليان، باسم يوسف النهارده وعى ناس كتيره جدا بالحلقه اللي عملها قبل كده مع بيرس مورجان، واتكلم وفايرالت وفهم الناس ايه اللي بيحصل وايه الضرب اللي بيحصل. فابتدى يحصل وعي حقيقي عند الجمهور، في انفلونسرز كبار جدا، تقال جدا، بيتكلموا كل يوم، بيقولوا ايه اللي بيحصل هناك. ابتدت الناس تخرج بره حته المينستريم ميديا، والشباب تسمع اكتر. في حاجه غلط في المنظومه اللي احنا فيها، في صوره احنا كنا شايفينها غلط، ابتدينا نشوف الصوره الصح. فده بالنسبه للجمهور الامريكي.